مسا عليك يا صديقي الميلانيستا، واهلا وسهلا بيك في هذه الحلقة اللي هنتكلم فيها سريعا عن مباراة الميلان مع برشلونة، اخر مباريات الميلان في الجولة اللي في امريكا. وبعد كده عندنا مباراة مونزا بعد لما نرجع ايطاليا. ولكن بصراحة بعد انتهاء الجولة الامريكية ديت والجولة التحضيرية ديت، احب اقول لك بصراحة ان انا عندي سؤال مهم جدا لبيولي. هو في ايه؟ هي الحالة اشتغلت؟ ما انت عرفني هي الحالة ايه؟ احلوت؟ ما انت فهمني. وطبعا مش احلوت بمعنى انها بقت حلوة، لا، احلوت بمعنى انها يعني احلوت. انت هتحلو علينا ولا ايه؟ لا، في حاجة مباراة النهاردة بصراحة مع برشلونة، يعني اقل ما يقال عليها انها مباراة محبطة جدا فنيا. طبعا انتوا عارفين في المباريات الودية لا قيمة للنتيجة عندي، انا اللي يفرق معايا اني اشوف المدرب بيجرب افكار. وفي الحقيقة مباراة برشلونة من المباريات المحيرة جدا. لو عايز تعرف ليه هي مباراة محيرة فكمل معايا الحلقة الأخيرة، عشان في بعض النقاط اللي مهم جدا جدا انك تكون عارفها عن المباراة دي، واللي اعتقد انها هتكون سبب رئيسي في انطلاق سلسلة حلقات هنا في القناة ان شاء الله خلال الايام اللي جاية. كمل معايا الحلقة بس عشان في الاخر هتعرف الموضوع ده. ولكن قبل ما نبتدي حلقتنا اتمنى من كل قلب ان انت تكمل جميلك معايا كالعادة. قاعد يا راجل الساعة 8 الصبح بتوقيت مصر قاعد بصور لك الحلقة، يبقى انت تكمل جميلك معايا، لايك كومنت شير سبسكرايب القناة وانت مش مشترك وتفعل الجرس. ويلا بينا نبدا حلقتنا. شوف، انا عندي مشكله كبيره قوي في اني ابدا الحلقه دي بصراحه، لانه مش عارف ابتديها لك منين. بس خلينا نقول انه احنا هنتكلم عن بعض النقاط الفنيه والفرديه، الايجابيه والسلبيه، كله مع بعض. واول ما هنبدا كده بسم الله هنبتدي نقول على طول مين؟ توموري. اشمعنى؟ ما اصل يعني هي لما نفس المشاكل بتتكرر لازم الواحد يتكلم عليها. بصوا يا جماعه، من الواضح ان توموري سيستخدم كنقطة ضعف من قبل الخصوم. نقطة ضعف في بعض المناطق، يعني بعض المراحل بتاعت اللعب. في عملية الخروج بالكورة توموري نقطة ضعف كبيرة جدا. لسه لحد دلوقتي توموري هو بيرتبك اول ما بتجيله الكوره، بيتلخم كده وبيبتدي، عارف انت ايه الرعشه والنفضه اللي بتجيله دي، وفي الاخر بيباصي الكوره اي حاجه، يا في اما في رميه التماس يا اما بيباصيها للعيبه الخصم. يعني ما تحسش كده ان في اي اضافه هو بيضيفها في موضوع الخروج بالكوره ده، الى جانب تمركزاته السيئة جدا، الى جانب الضغط بتاعه اللي بيوصل لنص الملعب. ودي مشاكل خلينا نقول انها مش حاجة جديدة علينا، كلنا عارفينها من الموسم اللي فات. وانا ما عنديش مشكلة خالص انها تحصل في ماتش زي النهاردة، وما عنديش مشكلة خالص انها تحصل في ماتش ودي. بس هي الفكرة انه الموضوع بصراحة يا جماعة كنا دايما بنقول ان هو خطأ فردي من عند توموري، وانه الموضوع محتاج ان بيولي يصلح الخطأ الفردي ده عند توموري. بس انا عايز اقول لك صدمة كبيرة قوي النهاردة، لانه الموضوع من الواضح انه مش خطأ فردي من توموري، بل انها تعليمات من بيولي. زي ما سمعت، لانه انا النهاردة عديت 5 مرات توموري في الشوط الاول كان بيطلع يضغط فيهم لحد دايرة السنتر، وبيتخطى نص ملعبنا كمان. يعني هو بيطلع يضغط بيعدي نص ملعبنا اصلا. وطبعا انت هتبتدي تقول ده في الشوط الاول بس. طيب هل الموضوع تكرر؟ اقول لك انه مش بس تكرر مع توموري، ماليك تياو انا عديت مرتين بيطلع يضغط نفس الضغط ديت في نص الملعب برضو. فمن الواضح كده انه دي تعليمات، وقد يكون في مرات تانية انا اللي ملحقتش اخد بالي منها، وممكن لو اتفرجت على الماتش تاني يبقى العدد اكبر من كده كمان. بل ان في نقطة كمان اكدت لي ان هي تعليمات، وهي فكرة انه احنا في الحالة الدفاعية النهاردة كنا تقريبا بنلعب ب5 مدافعين، لان كرونيتش كان بيسقط ويقف في وسط الاتنين قلوب الدفاع علشان يبتدي نبقى 5 واقفين وفي 3 قلوب دفاع. طيب ايه اللي كان بيحصل؟ اللي كان بيحصل ان اي لاعب من برشلونة بيعدي من قدام ال3 دول، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضل، فبيروح ايه يقول طب ما تيجي بس ايه عايزك في موضوع، فيعدي من قدام اي واحد فيهم ويبتدي يسحبه ويسقط بيه. تعالى يا صاحبي هشربك قصب واجوزك هنومة، يروح نازل معاه. والله بقى لو عدى من قدام توموري فتوموري زي لهبل بيتسحب معاه، لو عدى من قدام كرونيتش يلا يا كرونيتش ابتدي تسحب معاه، لو عدى من قدام تياو نفس الكلام. طبعا ده شيء يعني ساذج جدا، لان دي هي ابسط التحركات اللي ممكن الخصم يعملها عشان يفك دفاعك، لانه طالما بيطلعك من تمركزك وبيطلعك من مناطقك فهو كده صنع ثغرة في دفاعك. بيبتدي دايما لاعب تاني ان هو يتحرك مكان المدافع بتاعك اللي فضى مساحته، فشكرا انت كده لبست. بل انه انا عايز اسأل كمان، هو احنا ايه دور نص ملعبنا في الحالة الدفاعية؟
بمعنى اني هقول لك نقطة مهمة، الطبيعي والمنطقي الصح اللي بيحصل ايه؟ ان في حاجة اسمها ترحيل. يعني ايه ترحيل؟ يعني قلب الدفاع مع المهاجم بتاع الخصم، بس المهاجم ده حب يسقط كده ويبتدي ان هو يسحبه معاه. لا، ما بتسحبش، انا كمدافع بسلمه اللاعب الستة اللي عندي، اللي هو النهارده كان كرونيتش. طيب هيسقط اكتر من كرونيتش وهينزل اكتر، يبقى كرونيتش بيسلمه اللاعب الثمانية. يبقى انا هنا بعمل ايه؟ انا تمركزي ثابت، مفيش ثغرة بتتفتح في مناطق الدفاعية، وبالتالي قادر اعمل كل الادوار زي ما هي سليمة. ولكن احب اقول لك ان دي مش بس كانت مشاكلنا الفنية اللي موجودة النهاردة، لانه انا عندي بعض الاسئلة البسيطة جدا فنيا. يعني احنا دلوقتي بنلعب ايه؟ احنا بنلعب 4-3-3 في مباراة النهارده، صح. المفروض بقى ان هي 4-3-3، لكن تطبيقها في ارض الملعب ما كانش 4-3-3. هتقول لي كانت حاجه مختلفه، اقول لك لا، هي كانت وقفتنا 4-3-3، بس ما بنعملش اي حاجه ليها علاقه بال 4-3-3. وده اللي انا مستغربه، انك في ماتش اليوفي تبقى بتلعب 4-3-3 بشكل حلو جدا في الشوط الاول، وتيجي قدام برشلونه تلعب اسوأ. يعني ما بتطبقش حتى نفس الافكار اللي عملتها قصاد يوفنتوس. بمعنى في النواحي الدفاعية احنا المفروض 4-3-3، يعني عندي مثلث على اليمين، مثلث على الشمال. المفروض مثلثاتنا النهاردة كان فيها فلورينزي مع بولوزيتش مع لوفتس تشيك ناحية اليمين، وفيها تيو ورايندرز ولياو ناحية الشمال. دفاعيا كنا بندافع ازاي يا معلم؟ كنا بندافع ناحية اليمين بفلورينزي وبولوزيتش بس. لوفتس تشيك محدش بيقول له اي ادوار دفاعية خالص، براحتك يا معلم عيش. ومع ذلك عمل تدخلات خطيرة جدا في الشوط الأول ولبس إنذار. تبص على الناحية التانية ناحية الشمال، تلاقينا إن إحنا بندافع بتيو ورايندرز بس، لياو ما تدافعش يا باشا. طيب انا ما عنديش مشكله، يعني قد يكون ان هي دي افكار، تفهمش حرف الكاف والقاف دخلوا في بعض، بس هي المفروض تبقى قد يكون ان في افكار في برضو ايه، عايزين نوفر اللاعب ده لدور، ولا اي ادوار ولا اي توفير ولا اي نيله. طيب ده دفاعيا يا سيدي، تعال نبص هجوميا هتلاقي ان انا عندي سؤال مهم جدا والله العظيم بجد. هو فلورينزي بيدافع ليه؟ يعني في الناحيه الهجوميه فلورينزي واقف ورا ليه واقف ثالث مدافع يعني؟ ما هو ربنا عرفوه بالعقل يا جماعه. انا عندي كالابريا خلاص، انت كنت بتعمل كده عشان خاطر ان عندك تيو بيعرف يهاجم، فانت عايز تطير تيو وتثبت كالابريا. ماشي، هبلعها وهفهمها، وان كان قدام اليوفي انت كنت مطير كالابريا في الوقت اللي هو لعبه، انما انت في المجمل بتخلي كالابريا يثبت ورا. ماشي، النهارده انت بتلاعب فلورينزي هو باك هجوميا افضل من كالابريا. ليه بتتعامل معاه لانه كالابريا؟ يعني ليه بتديله نفس التعليمات اللي هو كالابريا، اللي هو ها يا كوتش النهارده ايه التعليمات اللي انا هلعبها يا ابني؟ تعليماتك انك هتعمل زي كالابريا. ليه ما تطيره يا عم الحاج؟ طب ما هو من باب اولى بقى يبقى ما تكلمنيش عن سينجو. ما هو انت لو انت اي باك يمين هتجيبه هتفضل راكنه زي كالابريا ومربطه ورا عشان خاطر تيو هو اللي يطير، عشان انت مش عارف تلاقي حل لفكره ان الاثنين الباكات يطيروا. لا، يبقى ما تجيبليش سينجو بقى، لان ملهاش اي معنى ان انا اروح اصرف فلوس على باك هيعمل ادوار. معلش يعني حط كالولا يا معلم هيعمل لك نفس الادوار دي وريح نفسك. نص ملعبنا زي ما قلت لك ادواره ايه انا مش عارف، ما حسيتش خالص بالمثلثات، ما حسيتش انه شويه في الشوط الاول حسيت رايندرز بدأ ان هو يلضم مع تيو ولياو، وبدأنا نشوف شكل كده ايه شويه يشبه المثلث يعني ما بينهم. انما ناحيه اليمين مفيش خالص تمركزات، لعيبه التمانيات عندنا دفاعيا صفر، يعني لا رايندرز ولا لوفتس تشيك. ودي نقطة بصراحة يعني بدأت أحس بجد والله، ودي نقطة لازم أشكر عليها بيولي، إنه بدأ يحسسني إن أنا بفهم كورة والله العظيم بجد. يعني تخيل لما واحد زي أنا يقول إن هو بيفهم كورة، يعني تخيل بقى بيولي عامل معايا واجب إزاي يعني. لما احنا تعاقدنا مع لوفتس تشيك وتعاقدنا مع رايندرز، وعايزك ترجع تتفرج لو انت ما شفتش حلقات البروفايلات التكتيكيه بتاعت الاثنين لعيبه دول، روح اتفرج على الحلقتين دول، هتلاقيني في الحلقتين دول قايل لك ان الاثنين دول ادوارهم الدفاعيه سيئه جدا، وبيولي محتاج يشتغل على النقطه دي. دي حاجه انا قلتها من قبل ما هم يلعبوا دقيقه مع الفرقه. فلما يلعبوا 3 ماتشات يا معلم او يبقوا متواجدين مع الفرقه خلال الجوله التحضيريه في امريكا كامله، وانت ما فيش خالص اي تحسن ما بين اول دقيقه لعبوها لاخر دقيقه في ماتش برشلونه، ما هو انت المفروض تستغل الجوله التحضيريه في ده. فبصراحه يعني ده بيثبت لي انه بيولي مصمم يخليني ان انا بفهم كوره، يعني مصمم يثبت لي ان انا بفهم كوره، مع العلم انا في الاول وفي الاخر واحد هبيد لا علاقه لي بكره القدم اساسا. هتقول لي يا عم سلبيات خلاص كأبتنا ودماغنا ورمت، اقول لك تعالى اقول لك ايجابيتين حلوين.
قبل ما نكمل في باقي السلبيات. بولوزيتش من وجهة نظري النهارده هو عجبني في المجمل، عجبني رغم ان كان ليه بعض السلبيات، لكن عجبني جدا في ادواره الدفاعيه وعجبني جدا في تحركه بدون كوره. بولوزيتش يا جماعه تحركاته بدون كوره مش طبيعيه، محتاجه بس انه اللعيبه تفهمه وتوصل له الكوره في الاماكن اللي هو بيتحرك فيها، وللامانه ده هيجي مع الوقت. دي حاجه نقطه مش هقدر اقول عليها ان هي عيب او سلبيه، لا هي نقطه مميزه جدا ان انت عندك لاعب من غير الكوره بيتحرك بشكل ذكي جدا. يمكن سلبياته كانت المراوغات المبالغ فيها، ودي نقطه هنتكلم عليها اكتر في الشوط الثاني. رايندرز لما بيتحرك بالكوره بتظهر كل الخطوره. حلوه. وفي نقطه ارجع شوفها كنا اتكلمنا فيها في حلقه البروفايل التكتيكي بتاعت رايندرز، حصلت النهارده بالحرف لما قلت لك ان هو بيبقى له بعض التمريرات لو زمايله ما استغلوهاش بتبان انها تمريرات عبيطه. والنهارده في كوره عرضيه هو لعبها من ناحيه الشمال بتاعتنا، العرضيه ديت ممتازة من وجهة نظري، ولكن التحرك بتاع اللعيبة كان متأخر فما استفدناش منها، وده أدى في الآخر لأن معلق المباراة يقول لك هي كرة مش مفهومة ولكن رايندرز بيأدي أداء جيد. لا هي في الحقيقة هي كرة مفهومة جدا ولكن لاعبتنا اللي فهمتها متأخر. وده برضو يرجع لنفس النقطة اللي قلناها على بولوزيتش ان الموضوع هياخد وقت يا جماعة عشان اللعيبة تفهم بعض. بس بصراحة رايندرز في النواحي الهجومية أنا شايفه شيء مميز جدا في عملية الخروج بالكورة. يمكن النهاردة كان بيتقل على الكورة زيادة عن اللزوم فبتتقطع منه، وده لأنك بتواجه فريق بيضغط ضغط شرس جدا وسريع جدا، فيعني دي نقطة برضو محتاجة تتحسن فيه شوية. لكن كمجمل بصراحة حتى في الخروج بالكورة ما كنتش شايفه سيء. الميلان في الشوط الأول كان مركز على نقطة ممتازة جدا وحلوة جدا هجوميا، وهي فكرة عكس الملعب. صحيح في هجمة واحدة تقريبا عكسنا الملعب 3 مرات كان مبالغ فيها جدا، ولكن واضح انه في تركيز على ده، اني بس هفضل انقل كورة كده واداور كورة في ناحية لغاية لما لعيبة الخصم تتكتر عليها، وبعد كده اعكس الملعب تنزل الناحيه التانية اقدر ان انا استغلها. والميلان حاليا بقى عنده ميزه حلوه جدا ان بقى عنده لعيبه بتعرف انها تعكس الملعب ولعيبه بتعرف تستناها الناحيه التانية. معلش انا مش قادر بصراحه، انا حاسس ان اتكلمت في ايجابيات زياده عن اللزوم، فمعلش انا مش هقدر اكمل ايجابيات. ارجوك لازم ارجع للسلبيات، مش بمزاجي والله بس هي المباراه كانت مليانه سلبيات. طب اعمل لك ايه انا؟ بص يا صاحبي الضغط العالي النهارده كان سيء جدا جدا جدا، وبعدين كان مليان مشاكل كتير. يعني تحس ان احنا بنضغط بكثافه، في لعيبه كتير بتضغط، احنا الشكل ان احنا ايه والله طب ما احنا رايحين نضغط اهو، بس فعالية الضغط ده لا شيء. برشلونة أسهل حاجة كانت عليهم في مباراة النهاردة وأسهل مرحلة من مراحل اللعب بالنسبة لهم كانت عملية الخروج بالكورة. بيخرجوا بالكورة كده زي اللي هو إيه سلام عليكم وعليكم السلام اتفضل وروح معدي، مفيش أي مشكلة يا باشا. لكن يمكن شوية في الدقيقة 25 بدأ الميلان ينظم الضغط بتاعه وبدأ إن هو يضغط، بس الضغط بتاعه كان في نص الملعب الحقيقة، لكن إلى حد ما كان منظم والى حد ما كان ليه شكل وكان بيعطل هجمات برشلونه. يعني في الوقت ده بدات تحس ان برشلونه لا بيدوروا الكره في الخلف اكتر عشان يلاقوا حل لان ازاي يخرجوا بيها. كان في مشكله في رتم المباراه النهارده، ودي نقطه بصراحه ما كنتش فاهم هي مقصوده ولا مش مقصوده. يعني تيجي تبص على برشلونه الريتم بتاعهم سريع جدا، لما تيجي تبص على الميلان تلاقيه بيتعمد في كل كوره يقطع الكوره هقف عليها، انا مش مستعجل على اي حاجه، وده ادى لانه بقى في بطء شديد جدا في عمليه نقل الكوره لقدام، تحضير الهجمات في بطء غير طبيعي، وده كان بيسهل طبعا على لعيبه برشلونه ان هم يتمركزوا بشكل افضل. واحنا ما تفهمش هو ده كان مقصود عشان اهدي الريتم، بس بصراحه ما كنتش شايف ان ليها اي لازمه لان الريتم ما كانش بيهدى، وبمجرد ما برشلونه بيحصلوا على الكوره بيسرعوا الريتم عادي جدا. ويبدا الشوط الثاني ويجي الهدف المباراة الوحيد، وعايزك تبص كده على الحالة بتاعة الهدف. احنا كنا 3-2 يا جماعة في اللقطة ديت، وهنا بسأل نقطة، لما انا ابقى عندي كثافة عددية بالشكل ده وما استغلهاش دي مشكلة مين؟ وتاني ارجع اقول لك انا ما عنديش مشكلة خالص ان احنا نغلط الغلطات ديت في مباراة ودية عادي يا معلم، بس انا يهمني ان الغلطات دي ما تتكررش مع بداية الموسم. ودوري وانا بكلمك عن المباريات التحضيرية اني اعرفك ايه هي المشاكل علشان لما تحصل طول الموسم تبقى انت ما تتفاجئش بيها وقتها، الا لو بيولي لا قدر الله قرر ان هو يفاجئنا ويصلح الاخطاء دي. الشوط التاني كله فرديات، بلا تعليمات بلا فنيات بلا تغييرات بلا نيلة. حرفيا الشوط التاني كله كان بيعتمد على فرديات فقط. انا ما فهمش حاجه من اللي حصل في الشوط التاني، ودي سمه متكرره في كل المباريات اللي لعبها الميلان لغايه دلوقتي، ان بنلعب شوط اول في بعض الايجابيات وبعض السلبيات. يمكن الماتشين اللي فاتوا كانت الايجابيات اعلى
ماتش النهارده السلبيات هي اللي اعلى في الشوط الاول، ولكن على الاقل بيبقى فيه حاجه، انت بتعرف تقرا حاجه يعني. لكن السمه الواضحه في الثلاث مباريات ان في الشوط الثاني الدنيا بتقع خالص والدنيا بتبقى سيئه. وشايفك يا اللي هتكتب لي دلوقتي كومنت تقول لي ما هو طبيعي عشان في الشوط الثاني بينزلوا البدلاء. لا يا حبيبي، لا يا ابو لسان طويل، لا معلش، لان الشوط الثاني بتنزل البدلاء في الدقيقه 71. انا برضو مش قادر افهم احنا ليه بنقعد للدقيقه 71. يعني اكتر من نص الشوط الثاني عدى بنفس اللعيبه اللي لعبت الشوط الاول وما فهمش حاجه. برضو الفريق كله بيعتمد على فكره ان يلا شباب ربنا يوفقكم، واللي بيعرف يعمل حاجه ينزل يعملها. فعشان كده انت شفت بولوزيتش بيرقص كتير قوي 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 في الشوط الثاني اكتر من الشوط الاول. الشوط الاول تحس ان عنده ادوار، بيحاول يتحرك، بيحاول ان هو يعكس ملعب، بيحاول ان هو يفتح لزمايله. الشوط الثاني هو عايز ياخد الكره ويرقص بس. وطبعا اللقطات الفنيه اللي انت بتشوفها من لياو اللي بتبقى مفيده جدا بتشوفها، وهاتك فرديات بقى. وبرضه برجع اكد لك ما عنديش مشكله اطلاقا في ده في المباريات الوديه، لكن لازم تبقى عارف من بدايه الموسم انه فرديات بلا فنيات هي فوضى. وبس كده يا صديقي، ارجع برضو واقول لك انه المباريات الوديه ما يفرقش معانا خالص النتيجه، ولكن الاهم عندنا هي المباراه والاداء والشكل الفني. عادي ان احنا نغلط، كويس قوي اصلا ان احنا نغلط في المباريات الوديه عشان نشوف اخطائنا ونبتدي نصلحها. نتمنى يعني انها ما تتكررش في بدايه الموسم. ويا صديقي الميلانيستا، بما اننا دلوقتي تقريبا خلصنا جزء كبير جدا من الميركاتو بتاعنا، وتقريبا احنا خلصنا الجوله التحضيريه، بقينا بس مباراه واحده. فبصراحه عايز ان انا ابتدي اعمل سلسله حلقات هتبتدي تتكلم عن الميلان. ومهم جدا بصراحة ان الحلقات دي تعمل قبل بداية الموسم، ومهم جدا ان انا اعملها عشان حاسس بصراحة ان من خلالها هيبقى في توثيق لحاجات مهمة قوي. يعني هنتكلم عن ايه المشاكل اللي نهينا بيها الموسم اللي فات، وهنتكلم عن ايه احتياجات الفريق وايه اللي تم منها، وايه اللي اتعالج من المشاكل، وايه اللي ما اتعالجش، وايه اللي بنتوقعه ان هو يحصل خلال الموسم اللي جاي. كل ده هيبقى في سلسلة حلقات لان الموضوع متشعب جدا جدا جدا، وكل ما اكتب حاجة الاقي ان في مواضيع تاني مهمة لازم الواحد يتكلم فيها. ان شاء الله نبدأ سلسلة الحلقات ديت خلال اليومين الجايين، واتمنى منك انك تدعمني في سلسلة الحلقات دي. ولكن برضو يهمني انك تدعمني في الحلقة دي، برضو عني بقى يا صاحبي باللايك والكومنت والشير والسبسكرايب القناة وانت مش مشترك، وتفعل الجرس. اشوفكم في حلقات جاية كتير ولايفات جاية كتير. سلام.